في قرية بعيدة محاصرة بالغابات والجبال، عاشت امرأة عجوز تدعى أم زينب في كوخ متآكل من الطين، سقفه من القش وأبوابه تصرخ حين تفتح. كانت وحدها، لا زوج ولا ولد، ورفيقتها الوحيدة ماعز نحيلة بيضاء اسمها بركة. كانت بركة كل ما تملكه، فهي التي تعطيها قليلا من الحليب وتأنس بها في ليل الوحدة الطويل. لم تكن تملك شيئا من الدنيا سوى حصيرة مهترئة وقطعة قماش قديمة مكتوب عليها بخيط ذهبي: الرزق ليس في اليد بل في القلب. ورغم فقرها الشديد، كانت أم زينب دائما تقول: اللهم اجعل في القليل بركة وفي قلبي نورا لا يطفئه الجوع. لكن الأيام لم ترحمها، وجاء عليها شتاء قاس، جفت الأرض ومات الزرع وقل الحليب، حتى أصبحت بركة لا تدر إلا نقطتين. وأم زينب لا تجد قوة يومها، فكانت تكتفي بالماء والذكر وكلمات تقولها لنفسها كي لا تنهار. في نفس القرية كان هناك رجل غني يدعى الشيخ جبار، يملك الأرض والماء والمخازن، لا يبتسم لأحد ويحتقر الفقراء. وفي يوم مر بكوخ العجوز ورآها تغني للماعز وهي تطعمها ورقة شجرة يابسة، فقال بسخرية: أين العيش يا أم زينب؟ هل تشبعك الكلمات؟ فأجابته بهدوء: إن كنت تعرف قيمة الكلمة لعرفت أنها أحيانا تشبع القلب أكثر من الخبز. ضحك وقال: بيعيني حكمة وسأعطيك تبنا لماعزك. وافقت، فقالت له: من يأكل وحده يموت خائفا ولو نام فوق الذهب. ومنذ ذلك اليوم اعتاد أن يطلب منها حكمة مقابل شيء يسير من العلف أو الدقيق، لكنها لم تكن تتكلف، بل تتكلم من قلبها، فينبهر الناس. وبدأ أهل القرية يأتون في الصباح ليسمعوا ما تقول. كانت تقول: من يزرع المعروف لن يضيع ولو بعد حين. الفقر لا يعيب القلب النظيف بل يختبره. الكرامة أغلى من المال وأخف من التراب. ومع الوقت صار الناس يلتفون حولها، لا لأنهم يريدون شيئا، بل لأنهم يشعرون بالسلام كلما تكلمت، وكأنها تسقي أرواحهم بماء الحكمة. صار كوخها بيتا لكل مظلوم، ولكل طفل تائه، ولكل امرأة أرهقت من الحياة. لكن المال لا يحب أن ينافسه أحد، وبدأ الشيخ جبار يضيق ذراعا لأنه فقد سلطته على الناس. فحرض بعض الجهلة أن العجوز تفسد الناس، وأنها ساحرة تغني الفقراء، فأشاعوا عنها كلاما ورماها البعض بالكذب، وبدأ الشك يتسلل إلى بعض القلوب. وفي إحدى الليالي تسلل بعضهم وأضرموا النار عند باب كوخها، لكن أحد الأطفال رآهم وصرخ، فأقبل أهل القرية وأطفأوا الحريق قبل أن يمتد. وقفت العجوز أمام الكوخ المبتل وقالت بصوت عال: الحكمة لا تحرق بالنار، لأنها تسكن في القلوب لا في الجدران. في اليوم التالي جلست على حجري وجمعت الأطفال وقالت: في الغابة أراد الأسد قتل القرد الحكيم لأنه يقول الحقيقة، فمات القرد وعم الجهل، حتى سقط الأسد في فخ كان القرد قد حذره منه من قبل. فقال أحد الأطفال: لن ندع أحدا يمسك بك يا جدتنا. ومنذ ذلك اليوم صار كوخها محروسا بقلوب الأطفال، والناس بنوا لها بيتا جديدا في وسط الساحة وسموه بيت الحكمة، وجعلوا فيه مقعدا ولوحة كتب عليها: هنا جلست امرأة فقيرة غيرت قرية بكلماتها. مرت السنوات وماتت ماعزها بركة، ودفنتها تحت شجرة التين خلف بيتها، وقالت للناس: بركة لم تكن ماعزا، كانت امتحانا ورفيقة صبر وعنوانا للرضا. وفي أول عام جاء فيه المطر بعد سنين القحط، اخضرت الأرض وأزهرت شجرة التين، وخرجت منها ثمرة كبيرة أهدتها العجوز لطفل يتيم، وقالت له: كل ثمرة خرجت من قبر لا تؤكل إلا بخشوع. وحين جاءها رجل غريب ذات يوم قال لها: أنا تاجر الكلمات، أريد أن أشتري منك حكمة لأبيعها في المدن. فأجابته: الحكمة لا تباع، لأنها لمن يحتاجها حقا وليس لمن يربح منها. غضب الرجل وحاول أن يشيع أنها تخدع الناس، لكنها لم ترد عليه، فقط ابتسمت وقالت: الجهل لا يهزم بالجدال بل بالثبات والصبر. وبقيت تعلم الناس حتى تقدم بها العمر. وذات صباح لم تخرج كعادتها. طرق الأطفال الباب فلم ترد. دخلوا فوجدوها نائمة بسلام، وقطعة القماش على صدرها، والكلمات على وجهها مثل نور. دفنت تحت شجرة التين جوار بركة، وكتب الناس على قبرها: